عملية جراحية ربانية تحدث في روح الصائم أثناء الصيام. لذلك كان الصيام جزء من كل الشرائع السماوية تقريبا. وزي ما الأكل ليه فوائد على البدن، زي ما الامتناع عن الأكل ليه فوائد على الروح، وده مشاهد جدا. بل ويوصي بالصيام كل المربيين الروحانيين في جميع الأديان السماوية وجميع المناهج البشرية الروحانية. فمنع الجسد من الطعام لفترات معينة موجود في المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية، وموجود عند الناس اللي بتمارس اليوجا والناس اللي بتمارس علوم الطاقة الريكي. الكل أجمع على حدوث ارتقاء في الروح عند منع الطعام والشراب للجسد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده فيديو جامد جدا جدا جدا، فيديو لتفريزات رمضان او تجهيزات الخضار والفاكهه اللي هنحتاجها طول شهر رمضان وباقي السنه كمان، مش بس في رمضان. ان شاء الله كده يعجبكم الفيديو بتاعنا، هتلاقوا فيه كل حاجه، كل الاسرار وكل التكات بتاعه التفريز، كل حاجة لوحدها. اقول لكم على كل حاجة جربتها وعلى ايه اكتر حاجة استقريت عليها ونجحت فعلا معايا، مش بتغير طعم الخضار ولا لونه ولا اي حاجة، بيفضل كأنه فريش بالظبط. من الاخر كده الفيديو ده هيبقى خبرة السنين كلها حطها في الفيديو ده. طبعا قنوات كتير عملت الفيديوهات بتاعت التفريزات، يمكن انا اخر واحدة عملت الفيديوهات دي، بس طبعا كل واحدة عملتها بطريقتها وباسلوبها وبالحاجة اللي هي متعودة عليها. ان شاء الله كده انا هعملها لكم النهاردة بطريقتي. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما حطيتش اللايك، انزلي حطي لي لايك من ايديك الحلوه. ولو انت اول مره بتدخلي قناتي، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيك. ويلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو. اول حاجه معايا في التفريزات وهي البسله، ودي بصراحه اللي كانت مؤخراني عن تصوير فيديو زي ده او عن التفريزات اصلا. البسله بصراحه ما كنتش لاقي اي بسله تعجبني خالص. من اول ما ظهرت كده في السوق ما كانتش حلوه، اما الاقيها مثلا مسخه كده مش مسكره، محصحصه كده وناشفه. المهم ما كانتش بتعجبني، فالحمد لله اخيرا لقيتها. فنصيحتي ليكي بقى البسله الحلوه تعرفيها ازاي. هاتي البسله اللي لونها خضره كده زي ما انتم شايفين، يعني اللون الاخضر بتاعها يكون حلو كده، ما تكونش بهتانه ولا كده دبلانه، ولا لونها مثلا مدي على اللون البني كده شويه. كمان حبايه البسله نفسها ما تكونش محمصه، يعني ما تكونش حمصانه كده، تكون طريه وتكون كمان مسكره وطعمها حلو. تكون كده البسلاية كده مليانة، ما تكونش فاضية كده ومفرغة. انا جبت الكيلو منها ب17.5، اسعارها بتتراوح في السوق ما بين 15 ل20 جنيه. في ناس بتباعها ب15، في ممكن تلاقيها ب20. انا جبتها ب17.5، جبت 4 كيلو ب70 جنيه. طبعا الاتنين كيلو ب35، فانا جبت 4 كيلو ب70 جنيه. فصصتهم وهي دي الكمية اللي طلعت معايا، يعني الكمية اللي كانت معايا قدامكم دي دلوقتي، دي 4 كيلو من البسلة. طبعا هي بتخس كتير طبعا على ما بنقشرها كده او بنفصصها. طبعا بسله يعني جزر، فجبت كمان جزر، وده يعتبر ارخص حاجه بقى جبتها في الخضار كله اللي هتلاقوه معايا في الفيديو النهارده. وحلو جدا جدا جدا، مسكر كده عامل زي السكر بالظبط. الكيلو منه جبت 3 كيلو ب10 جنيه، يعني كان الجزر 3 كيلو ب10 جنيه، انا جبت ب15، يعني تقريبا دول حوالي 4 كيلو او 4 كيلو ونص يعني. بس حلو جدا جدا، مسكر قوي وطري جدا كمان. الجزر من الحاجات اللي انا بحبها جدا في التفريز، ما ينفعش ما تكونش عندي. مش بس علشان البسله، انا بحبه مع عصير البرتقال جدا. ما اقدرش اتخيل ان انا اشرب عصير برتقال من غير جزر خالص. كمان بحبه مثلا لو شوربه عدس، لو هعمل شوربه عدس يكون عندي في الفريزر كده، اطلع منه واحطه على طول في شوربه العدس، ما اضطرش مثلا كل مره هعمل فيها ان انا انزل اشتري مخصوص، لا يكون عندي في الفريزر. كمان بحب اضيفه قوي في تدميس الفول. شفتوني برضو كتير في تدميس الفول بضيف الجزر المبشور، فده لازم يكون عندي في الفريزر. حلو جدا ورخيص زي ما قلت لكم. ده بقى ممكن اجيب منه تاني، يعني الكميه دي ممكن ما تكفيش، ممكن هجيب منه تاني ان شاء الله وافرزه برضو. زي ما شفتوا كده غسلته طبعا قبل ما اقشره، وبعد كده قشرته وبدات اقطعه بقى، اقطعه كذا شكل علشان على حسب الحاجه اللي انا عايزاه ليها. يعني ده كده قطعته حلقات علشان خاطر عصير البرتقال بالجزر. بعمل مثلا البرتقال وجنب منه كده حوالي جزرايه ولا حاجه مسلوقه. طبعا ده حطيته بقى يتسلق على النار. وهنا بقى هقطع منه مكعبات علشان خاطر البسله، هاخد منه بقى على قد كميه البسله اللي عندي. زي ما قلت لكم هم 4 كيلو من البسله اللي جبتهم. هقطع الجزر على قدهم كده مكعبات، حجم المكعب يعني على حسب ما انت حابه، في ناس بتحبه كبير، في بيحبوه صغير. انا عامله حجم اللي هو مناسب يعني، وسط، يعني مش كبير قوي ولا صغير قوي. بس
البسلة معايا اهي، بعد ما كنت بقى فصصتها كلها هشطفها طبعا الاول تحت الحنفية قبل ما اعمل اي حاجة فيها. في ناس كتير بتحب انها تفرز البسلة زي ما هي كده، يعني تحط عليها الجزر وتروح شطفها وسايباها تتصفى وبعد كده تشيلها في الاكياس. انا بصراحة جربت الطريقة دي، مش هكدب عليكم يعني جربتها قبل كده بس ما كانتش بتعجبني. كنت بحس انها بتغير طعم طعمها، يعني البسلة بتغير طعمها. فان شاء الله النهارده بقى هتشوفوا معايا خلاصة التجارب بتاعتي في البسلة. بس هنا الاول قبل ما نروح للبسلة، الجزر كمان بحب اعمل منه شوية كده مبشورين علشان خاطر مثلا احطهم في سلطة. لو وقت مثلا مش متوفر جزر للسلطة وكده اطلع شوية احطهم في السلطة. مثلا لو هعمل فول مدمس اطلع برضو كده شوية منه احطهم في الفول، فيبقى جاهز معايا على البشر. ممكن كمان احيانا اسيب كده كام جزرايه سلام زي ما هم، او اسيب الجزره يعني صحيحه زي ما هي واشيلها برضو في كيس في الفريزر عندي، ولما اطلعها كده لما احتاج ابشرها وهي متجمده زي ما هي مفيش منها اي مشاكل خالص. هنا كنت سايبه الجزر ده بتاع البرتقال ان هو يتسلق، اتسلق معايا وتمام. انا مش هرمي الميه بتاعته دي، هي الميه دي بتاعته برضو اللي انا هسلق فيها البسله، بما انها يعني البسله فيها جزر وكده فالاتنين حاجه واحده، فما حبيتش ان انا ارمي الميه ولا حاجه. قلت استغلها كده واسلق فيها البسله انا مش هسلقها ولا حاجه. زي ما انتم شايفين الميه مغليه، عصرت فيها ليمونه كده ورحت نازله بالبسله اللي هو تاخد حراره الميه كده زي صدمه كده في الميه السخنه. مش هاسيبها تتغلي ولا اي حاجه، بس تاخد حراره الميه المغليه دي، وبعد كده هنزل بيها في طبق يكون في ميه متلجه، ميه كده ساقعه من التلاجة او ميه يكون فيها قطع تلج. هسيبها بس دقيقتين برضو كده في الميه لحد ما تبرد بس كده وتوقف التسويه بتاعتها. انا مش عايزه اسويها ولا اسلقها ولا اي حاجه، زي ما شفتوا كده حوالي مثلا دقيقتين او 3 في الميه المغليه، وبعد كده على طول على الميه المتلجه. الخطوه دي مهمه جدا وحلوه، ما بتغيرش طعم البسله ولا لونها ابدا لو قعدت عندك من السنه للسنه. زي ما قلت لكم انا جربت ان انا اشيلها من غير ما اسلقها او من غير ما احطها في ميه مغليه ولا اي حاجه. كمان جربتها ان انا اعملها على البخار، يعني اسلقها كده في مصفى في حله كده يكون فيها ميه بتغلي على البخار يعني. برضو ما عجبتنيش. هي دي الطريقه اللي جابت معايا من الاخر وحلوه جدا. زي ما قلت لكم الفيديو بتاعي النهارده هيكون خلاصه تجاربي في كل حاجه فرستها. عايزه اقول لكم ما شاء الله والله العظيم تطلع طعمها ولونها وريحتها وكله كانها لسه فريش طالعه من الارض حالا، كانك لسه عاملاها. نيجي بقى لتاني حاجه هي القلقاس. القلقاس برضو اعرفك ازاي تجيبي القلقاس الحلو. هتجيبي القلقاسيه اللي هي القمع بتاعها من فوق ده يكون لون وردي فاتح كده، ما يكونش لونه غامق. وكمان القلقاسيه المدوره، القلقاسيه اللي هي مدوره بتكون طعمها احلى بكتير من القلقاس اللي بيكون طويل. يعني انت لاحظي كده وانت بتشتري هتلاقي فيه قلقاس مدور وفي قلقاس طويل. هاتي المدوره دي بتكون حلوه جدا، بتكون طريه وبيكون لونها اللون اللي انتوا شايفينه ده اللي هو اللون البينك الفاتح قوي او اللون الوردي ده، جميله جدا. القلقاس برضو من الحاجات اللي الناس كتير بتختلف عليها، اللي هو بيتغسل ما بيتغسلش، بيتبل ما بيتبلش. هنشوف دلوقتي انا هعمل ايه. طبعا برضو القلقاس انا ما كنتش بغسله الاول، يعني كنت بشيله في الفريزر مش مغسول، وبعد كده لما يطلع بقيت اشطفه. فالطريقه دي ما كانتش بالنسبه لي حلوه خالص لحد بقى ما جربت الطريقه دي، وهي دي اللي انا معتمداها بقالي سنين، وبتطلع لك القلقاس ده نضيف فله كده على الطبيخ. ما شاء الله تحفه 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 بجد. انا قشرتها كده طبعا بالسكينه، وبعد كده بمنديل مطبخ ما عندكيش كده فوطه مطبخ نظيفه، وبدات امسحه من اي بقى طينه او تراب عليه كده علشان يبقى نضيف معايا زي ما انتم شايفينه كده. واحسن حاجه لتقطيع القلقاس هي المخرطه، خصوصا بقى لو ما تكون حاميه كده هيتقطع معاكي بمنتهى السهوله. حاولت اقطعهم كلهم كده بحيث ان مكعبات القلقاس تكون قد بعضها، قطعتهم كده شرايح بالعرض وبعد كده شرايح بالطول. وهنا بقى هقطع المكعبات. هتلاحظوا كده على قد ما اقدر بقيت اخلي المكعبات تكون كلها مقاس واحد بحيث يكون شكلها حلو، وكمان في التسويه تاخد تسويه واحده. كمان القلقاس لما تكوني هتفرزيه، لا اما تجيبي قلقاسيه مثلا كبيره تقطعيها مره واحده فتقسميها على اكياس، او تجيبي قلقاسيه مثلا صغيره تقسميها على مرتين تعمليها على مره واحده على حسب بقى الكميات اللي انت عايزاه، بحيث ان يعني في الكيس الواحد او في المره الواحده تكون القلقاسيه قلقاسية واحدة، ما تكونيش واخدة مثلا اتنين على بعض وكده، لان احيانا التسوية بتختلف. يعني ممكن تجيبي قلقاسية يكون تسويتها مختلفة عن التانية، فما ينفعش تحطيهم مع بعض في كيس واحد او في طبق واحد. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم.
فانا دايما كده لا اما اجيب واحده كده حجمها صغير مثلا على قد المره الواحده، او وسط مثلا زي اللي كانت معايا دي واقسمها على مرتين، او كبيره اقسمها على كذا مره على حسب ما تطلع معايا. طبعا بعد ما قطعت رحت جايبه حطيت القلقاسيه كده في طبق، عليها عصره نص ليمونه ومعلقه ملح صغيره وحوالي معلقه خل كبيره كده، وقعدت ادعك في القلقاس كويس جدا لحد ما انزل الماده البيضاء اللي بتبقى فيه دي، او اللي هي الماده المخاطيه دي او اللزجه اللي بتكون فيه. بعد ما نزلت كده معايا مسخنه ميه، مش مغليه ولا بارده ولا فتره، يعني ميه كده تكون سخنه بس ايديا مستحملاها. فضلت ادعك بقى في القلقاس لحد ما خليته ينزل كل الماده المخاطيه اللي فيه دي. وبعد كده هشطفه شطفه برده بميه سخنه واسيبه يتصفى، او ممكن افرده على فوطه مطبخ ينشف تماما، وبعد كده بشيله في الاطباق. ممكن تفرزي في الاطباق زي ما انا عملت كده، او في الاكياس. انا بصراحه عن نفسي بفضل طريقه الاكياس لانها ما بتاخدش خالص مساحه في الفريزر عندك. بس انا حطيت في الاطباق علشان خاطر بس التصوير، وحتى بعد ما قفلت التصوير فضيتها في اكياس. دي الطريقه اللي انا بفضلها، وطبعا كل واحد على حسب الحاجه اللي بيفضلها. طبعا قلقاس يعني هنحتاج له طبعا اكيد سلق. فالسلق برضو فرزته كتير بطرق مختلفة. كنت الأول بعمله على النار كده مع فصين توم واشيله في برطمانات، كنت بهرسه كده في الخلاط وبرضو واشيله في مهروس كده في الأكياس، لحد ما لقيت الطريقة دي اللي هي بجيبه أقطعه كده وبغسله. غسلته كويس جدا بعد ما قطعته، ما باخدش العروق، باخد الورق بس. وبعد كده حلة فيها مية مغلية أو مية سخنة، عصرت فيها ليمونة ونزلت بالسلق، ياخد برضو كده حرارة المية بتاع مثلا دقيقتين 3 كده، كأنك بتسلقي ورق العنب. عارفين لما نيجي نسلق ورق العنب بالظبط، هي نفس الطريقة دي. وبعد كده هتطلعيه من المية السخنة على مية ساقعة برضو متلجة، وهتشيليه بعد كده يتصفى او تنشفيه على فوطة مطبخ. وبعد كده هتوزعيه بقى في الأكياس. وخلاص هي دي طريقتي في تفريز السلق. نيجي بقى للعصاير او للفاكهة بقى اللي هنحتاجها معانا في عصاير رمضان. اول حاجة كده هي الفراولة برضو أنا بحبها، ومن الحاجات اللي بفرزها بكميات كبيرة. يعني أنا هنا قدامكم جايبة كيلو بس فراولة عشان خاطر التصوير، أما بعد كده في يوم تاني كده يكون مفيش ورايا حاجة غير الفراولة، أجيب كمية حلوة كده وهشيلها عندي في الفريزر. بحبها بقى في عصير، في كوكتيل، في مثلا آيس كريم كده في الصيف، بتكون حلوة جدا، مقدرش أستغنى عنها بصراحة. أنا طريقتي فيها بغسلها وبشيل القمع الأخضر بتاعها ده كده تحت الحنفية، أغسلها كويس عشان الرمل وكده، مش بنقعها في خل ولا حاجة، بشطفها بس. وبعد كده باصفيها في مصفى وانشفها واحده بواحده، يعني بمسكها كده بمنديل او بفوطه نظيفه وانشفها واحده بواحده. وبعد كده بشيلها في الاطباق او في الاكياس. تعالوا هنا بقى البرتقال برضو. البرتقال برضو انا لسه مش هفرز منه دلوقتي، انا بس جبت 2 كيلو علشان خاطر برضو اوريكم طريقتي كده، بما اننا عاملين فيديو بقى كده مجمع لكل التفريزات. فانا جبت 2 كيلو بس على قد التصوير. غسلته كويس جدا، وهنا جبت المبشره علشان اخد البشر بتاع البرتقال. ما اقدرش اسيب قشر البرتقال كده او ارميه من غير ما اخد البشر بتاعه. البشر بقى بينفع جدا. هتعملي وصفه كده الكيكه بالبرتقال، مثلا بسكوت البرتقال كده في العيد باذن الله، كل سنه وانتم طيبين. فحرام ان انت ترميه، وبينفع في حاجات تانية كتير برضو. فرحت بشره كده واخدت بقى كميه البشره دي، حطيتها كده في كيس وخلاص، وهشيلها في الفريزر في الكيس كده. وقت ما احب استخدم بتروحي قطعه حته كده او كسره حته بايديك وتحطيها بقى في الحاجه اللي انت عايزاها فيها، سواء كيك بقى بسكوت زي ما اتفقنا. وهنا بقى هبدأ ان انا اقشر البرتقال. هحاول وانا بقشره بقى اشيل المادة اللي هي المادة او الطبقة يعني اللي هي البيضة دي على قد ما اقدر علشان ما تمررش معايا البرتقال. طبعا البرتقال اللي قدامكم ده برتقال بصر، وده اللي انا ما بحبوش يعني في التفريز، مش ده اللي انا بعتمده في التفريز عندي. انا بحب افرز جدا البرتقال اللي هو البلدي، لانه بيكون كله عصير ما شاء الله، بيكون لونه حلو كمان. بحب اشيله بالطريقه دي. بعد ما اقشره كده اقطعه مكعبات. طبعا لو يكون في مثلا بذر ولا حاجه باشيله برضو، بتخلص منه عشان ما يمررش معايا العصير. في ناس بتحب تعصره في العصارة الكهربية. انا جربته مرة بس ما عجبنيش. اولا بياخد مجهود جامد جدا على ما تقعدي بقى تعصريه كله، وكمان بيغير طعم. انا ممكن اشيل منه بس كميات قليله جدا في اكياس كده، اللي هو على قد مثلا لو هشيل كوبايه، لو هعمل كيك برتقال مثلا كده بس. انما ان انا افرزه كعصير في رمضان مركز وكده لا، ما حبيتوش خالص. بفرزه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بحطها كده في الطبق او في الكيس، ومعاه كميه الجزر المسلوق جنب منه، بحيث ان انا لما اطلع اعمل عصير يبقى الجزر مع البرتقال اعصره مره واحده. كمان من الحاجات اللي بحب اشيلها قوي في الفريزر هي الكيوي. الكيوي على فكره موجود طول السنه، صيف وشتاء موجود، مش محتاجه ان احنا نفرزه ولا حاجه، لكن احنا بنحب نشيله كنوع من التجهيزات يعني. على فكره الحاجه لما بتكون قدامك كده في البيت، فانتي بتبقي متشجعه ومتنشطه ان انتي
تعمليها أو تستخدميها فاهماني؟ على حسب بقى يعني على غير مثلًا لمّا تكوني لسه هو أنا لسه هانزل أشتري كيوي وكده، فأنا باحب أشيله ممكن أضيفه في عصير كوكتيل، ممكن لو عاملة مانجا بتاع ده كنافة مثلًا بالفواكه، مانجا بقى على فراولة على كيوي كده أو على موز، تشكيلة فواكه كده مع المانجا هتكون حلوة جدًا برضه، فباحب أشيله. جبت منه كده شوية يعني مش كتير أوي، هو الكيلو منه ب30 جنيه، أنا جبت شوية ب ب10 جنيه، يعني حوالي ما بين نُص كيلو وربع الكيلو كده. آخر حاجة بقى هافرّزها وهي البنجر، وهو اللي أنا ما أقدرش أستغنى عنه زيه زي الجزر كده في الفريزر، لازم يكون موجود عندي. بينفع بقى في أي حاجة، في سلطة، ينفع كمان مثلًا لو هاعمل مخللات هيتحط في المخلل بيكون جميل، لو هافرّز طماطم في تفريز الطماطم برضه ما اقدرش استغنى عنه أبدًا، وبيقعد عندي من السنة للسنة، والله ممكن يعدّي السنة كمان ولا بيجرى له أي حاجة، بيفضل زي ما هو، لا مغيّر طعمه ولا لونه بيروح ولا أي حاجة. الكيلو منه كان ب10 جنيه برضه ما شاء الله جميل جدًا. بامسكه بقى إن أنا أقشّره وخلاص، وباقطّع منه جزء كده هنسلقه، وجزء التاني باشيله زي ما هو، ما باعملش فيه أي حاجة، يعني باقشّره واقطّعه حلقات وباشيله في كيس في طبق. وقت بقى ما احب زي ما قلت لكم السلطه بتطلعيه وهو كده متجمد وتروحي مقطعيه على السلطه، مش تطلعيه يفك وبعد كده تقطعيه مش هتعرفي تمسكيه اصلا، هتحسي ان هو بقى زي الكاوتشه كده ومليان ميه. اما لو قطعتيه وهو متفرز بيفضل محتفظ بشكله وكمان بطعمه. ده بالنسبة للسلطة. لو مثلًا هتحطيه في مخللات هتطلّعي برضه كام شريحة كده تحطيها مع المخلل. هتعوزيه مثلًا في تفريز الطماطم، بتحطي برضه كام شريحة كده في سلق الطماطم. بس هنا الشوية بقى اللي هم اللي أنا سلقتهم دول، شوية صغيرين جدًا كده، هاحتاجهم في عصاير هتشوفوها معايا بقى دلوقتي في آخر الفيديو. أنا كده خلاص الفيديو بتاعي أساسًا بيخلص، هاوريكم بقى شكل كل حاجة عملناها في الآخر. هي دي النتيجة بقى وهي دي محصلة الفيديو بتاعي النهارده، واللي إن شاء الله هيكون مرجع ليكِ كده للتفريزات. يعني لو لسه زي حالتي كده متأخرة في التفريزات، شغلي الفيديو وخدي بقى مني كل نصيحة قلتها لك في ازاي تشتري الحاجة الكويسة او الحلوة، وايه اكتر حاجة هتنفع معاكي في التفريز، وكمان الطريقة اللي هي خلاصة تجارب السنين بجد، يعني اكتر من 10 سنين خلاصتي في التجارب التفريزات. هي دي كل حاجة زي ما شفتوا. عملنا الجزر عشان خاطر البرتقال، الفراولة ما شاء الله أنا باشيلها كده ولا باقطّعها ولا أي حاجة، البسلة، القلقاس، البنجر، البرتقال مع الجزر، والقلقاس كده شِلت معاه السلق برضه في أكياس كده على قد المَرّة الواحدة، وهنا البنجر المسلوق حطيته بقى في الطبق كده، ده كوكتيل كده فراولة على برتقان على جزر على بنجر، بيكون حلو جدًا، والكيوي ووَش البرتقان وكمان الجزر المبشور. ناقص بس البطاطس هاعملها إن شاء الله كده في فيديو لوحده. يا رب كده الفيديو النهارده يكون عجبكم. قبل ما تطلعي من الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك علشان عملت مجهود كبير جدًا في الفيديو ده، ومع السلامة.